أنا هبدأ معاك بداية يمكن تكون غير متوقعة شوية، ولكن البداية دي هي اللي هتوديني للنقط اللي النهاردة هتكلم عليها، ومش هتكلم عليها بس، أنا هوريها لك وهسمعها لك عشان إخواتنا في المجرة الزملكاوية. وتاني بكرر، مش الناس المحترمة، لأ، الناس اللي بتحب إنها تضلل وتدلس وتقول إن الزمالك بيكسب برغم وبرغم وبرغم، والبطولات الحلال والبطولات الحرام. يلا بينا نبدأ بجاليليو اللي في لحظة تجلي بعد الفوز بالدوري طبعا كان بيقول عن وجهة نظره في سبب استبعاد حسام حسن لمصطفى محمد. أنا علي أن أضع تحت المجهر فكرة أن مصطفى بيحاسب على مشاريب أنه رفض الأهلي أكتر من مرة. أنا هعتبرك أن أنت مش بتدلس أو مش بتضلل ومش بتقول كلام وأنت عارف من جواك أنه هو كذب في كذب، ولكن هسألك سؤال بسيط جدا: هل أنت متابع جيد للكرة المصرية؟ هل أنت متابع جيد للمنتخب؟ هل أنت عارف أن مصطفى محمد في مرة من المرات وهو بيتبدل راح عامل حركة من الحركات اللي احنا متعودين منه عليها، ومش منه هو بس، للأمانة من لعيبة كتير بتنتمي لناديك بيعملوا حركات مش لطيفة لما بيتبدلوا. مصطفى محمد مش جاي من بره، يعني جاي من بيتكو، فبيعمل نفس الحركات دي. فحسام حسن من الآخر مش من الناس اللي هيتعمل معاه الحركة دي وهيعديها لك. فمن ساعتها وهو واخد موقف واضح من اللاعب، بقى يلعبه دقيقة في دقيقتين في 5 دقايق، ده إذا لعبه أساسا. فأنت ما عندكش المعلومة دي، فيا سيدي لو أنت ما تعرفش أديني نورتك وعرفتك. وبعد كده يا معلم يا ريت تبقى تتابع ماتشات منتخب مصر، لأن منتخب مصر على حسب كلام نيرة الأحمر هو اللي بيمثل مصر بس، طبعا ده في حالة لو الزمالك مش بيلعب في أفريقيا. وبذكر نيرة الأحمر، تعالى معايا نسمع نيرة بتقول إيه وبتشكر مين، مع الوضع في الاعتبار إنها عضو في مجلس إدارة نادي الزمالك اللي بيرأسه حسين لبيب. تعالى اسمع معايا النهاردة كانت بتقول إيه. شكر أكيد للكابتن حسين لبيب والدكتور حسام المندوب ولكل زمايلي في المجلس بالتأكيد. هاني شكري على الرعاة طبعا، وعلى رأس كل هؤلاء أنا بشكر الأستاذ ممدوح عباس، برضو شاء من شاء وأبى من أبى. طب ايه المشكلة يا عم؟ واحدة بتشكر واحد كان مشبرق الفرقة وجايب لهم طيارة خاصة وبيدفع لهم مستحقات. اقول لك استنى بس يا معلم استنى، انت ناسي ان ممدوح عباس قال على حسين لبيب، لمح عليه ان هو نحس. حسين لبيب مين؟ رئيس نادي الزمالك اللي هي اصلا عضو مجلس ادارة فيه. الناس اللي مش عارفة يعني، دي مش اول مرة ممدوح عباس يلقح على حسين لبيب في تويتة او في تغريدة، حصلت كتير قبل كده. ولكن لما يكون واحد مسكك من ايدك اللي بتوجعك وعمال بيصرف عليك، ويكون بقى بيهزقك مثلا، بيشتمك مثلا، بيلقح عليك، فانت بتعديها. ما انا لازم اعديها يا عم، ما انا لو ما عديتهاش الحنفية هتتقفل، الشبرقة هتقف، مين هيدفع فلوس ايقافات القيد؟ فاكر انت قصة تركي آل الشيخ وده بيذل المجلس؟ وايه اللي حصل في الاخر؟ علاقته بالنادي الاهلي انتهت؟ مش انتهت، دي اتحولت واتقلبت لدرجة ان الراجل راح عمل نادي تاني، راح غير اسم نادي تاني وعمل نادي تاني مكايدة في النادي الأهلي. على الجانب الآخر بقى تطلع تقولك على رأس هؤلاء، على رأس مجلس إدارة نادي الزمالك، على رأس حسين لبيب الأستاذ ممدوح عباس اللي بيذلهم. وهيطلع تاني ممدوح عباس يفتكر كلامي وهيلقح تاني على حسين لبيب عادي، وممكن يلقح عليها هي شخصيا عادي على فكرة، ولا تقدر تفتح بقها بحرف. طيب بص بقى يا باشا، أنا امبارح كلمتك عن الأهلي ومشاكله وأتمنى إن احنا نعالج المشاكل دي، ولكن النهاردة وأنا قاعد بتفرج على السوشيال ميديا وياريت الاقي بس احتفالات او حتى يا سيدي تحفيل عادي، كنت هقول تمام يا عم حقهم. ولكن بقى انك تلاقي اكاذيب وتلاقي جهل وتلاقي تدليس وتلاقي الحاجات دي بتتعمل ببجاحه يعني. فالنهارده بقى احنا قاعدين قاعده مع بعض وجايب لك التاريخ الاسود للنادي الابيض. نبدا باول حاجه دايما هم بيتباهوا بيها، احنا نادي الصفوه. اي نعم ممكن نكون في الشعبيه اقل منكم، لكن احنا كمستوى الفهم بتاع الكوره لا، مفيش واحد زملكاوي تشوفه الا ولازم يكون فاهم كوره من الاخر كده اللي ليهم فيها. مش هتكلم معاك بقى على جماهير عاديه، انا هتكلم معاك في القامات نادي الزمالك. تعالى معايا يا معلم نشوف اتنين كانوا قاعدين بيحللوا مع بعض كوره، واسمع الصفوه. ايه الخطه اللي كان كابتن رضا يلعب بيها لو ضرب الزمالك؟ 4-1-3-1. 4-1-3-1 نعم. تلعب كده. ايه خطة 4-1-3-1 اللي حضرتك هتلعب بيها؟ انت مش عايز تكسب؟ عايز اكسب، هكسب ناقص 1. هو قصده 4-1-2-1 قصده كده يعني.
الله، ايه ده؟ ايه الحلاوه دي يا جدعان؟ صفوه يعني. وبذكر الصفوه، جمهور نادي الزمالك دايما يتفاخر بالفنانين. المقص، فاكرين المقص؟ كان بيعلق طبعا على احدى المباريات. تعال نسمع قال ايه. وكتير شفنا طبعا هاني شاكر امير الغناء العربي، والكينج محمد منير، والهضبه عمرو دياب. مع الاهلي بقى في شعبان عبد الرحيم، في عبد الباسط حموده، في سعد الصغير، اسماء برضه ليها شعبيه وليها مكان، ايهاب توفيق. طب يا مقص يا اللي عايز توصل لجمهور نادي الزمالك والجماهير الكرة المصرية، ولو في ناس عرب بيتابعوا يعني، ان جمهور نادي الزمالك ده الناس اللي فوق، الناس اللي هي الكريمة، والنادي الاهلي يعني الناس بقى اللي هم الاغاني الشعبية والحاجات دي. ويروح راميلك في الاخر ايه؟ ايهاب توفيق. قال يعني ايه؟ انا كده ما حدش خد باله يعني. تعالى معايا بقى اقول لك يا مقص، مين بيشجع النادي الاهلي من الفنانين؟ اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا اهلاوي 100%. انا عايز اعرف ايه العقليه اللي تخلي واحد يتولد ويقول لك انا زملكاوي؟ ليه؟ انتوا عارفين المقص لما شاف الفيديو ده قال ايه؟ مين عمر الشريف بقى؟ تعال نشوف التاني. النادي الاهلي ده بالوراثه. ابويا اهلاوي من مؤسسي النادي الاهلي. فريد شوقي ده بيقول لك كان متخصص افلام اكشن. طب ماشي، خد الاسم ده كمان. الزعيم عادل امام. يعني كل سنه هو طيب وربنا يديله الصحه وطولة العمر. تفتكر ايه في الكواليس كده الفنان عادل امام؟ لا يعني طبعا هو نمره واحد اهلاوي. اه بيعشق النادي الاهلي. انا مكسوف لك يا مص، واضح ان انت متابعتك للفن يعني على افق ضيق، يا ريت توسع بعد اذنك يعني. خلينا مكملين برضو في نفس المنطقه اللي هي الصفوه. تلاقي جمهور نادي الزمالك برضو يقول لك ايه؟ انتوا يا اهلاويه ما عندكوش واحد كده زي عفيفي، احمد عفيفي، ودايما بيتفاخروا بيه جدا. احمد عفيفي اللي في مره من المرات قال لك ايه؟ تعال نسمع. لا تلعب الكرة في مصر من أجل المنافسة، السيستم غير مصمم لذلك. هتشتغل أنت بعبقرية شديدة وتعمل حاجات ما جاتش في عقل بشر، هيقوم شاري كل التجربة بتاعتك دي وانتهينا. لو أنا مشيت كده بنفس المعيار بتاعك أنت ده، هل نقدر نقول إن ريال مدريد لما اشترى جاريث بيل واشترى مودريتش يبقى هو كده اشترى تجربة توتنهام؟ لما برشلونة اشترى ماسكارانو واشترى سواريز واشترى كوتينيو من ليفربول، هو كده اشترى تجربة؟ طيب كده يا معلم بقى يبقى بايرن ميونخ اشترى تجربة برشلونة لما جاب جوارديولا، واشترى تجربة برضو البي في بي لما كان بيجيب منه اللعيبة بتاعته وما زال. يبقى كده بقى الزمالك اشترى تجربة اتحاد الشرطة لما اشترى منهم 3 لعيبة في سوق انتقالات واحد. انت يا عفيفي لما بتحلل كرة قدم بتبقى الصراحة ممتاز للأمانة، ولكن لما بتتكلم بثوب الزملكاوي الموضوع بينزل لمستوى متدني جدا. بص، في فئة من المشجعين السعوديين، مشجعين نادي النصر والاهلي واتحاد جده، الكلام ده منتشر جدا هناك يعني، يقول لك ان الهلال هو اللي متجامل، او هو اللي واخد جزء كبير جدا من الاهتمام والتورته. عفيفي وهو هناك، وهو طبعا اكيد عارف الكلام ده كويس جدا، ولكنه لما اتسال صندوق الاستثمار السعودي لما بيجي يدعم الانديه السعوديه، هل في نادي بياخد اكتر من نادي؟ قال لك ايه؟ ما هو ما يقدرش يفتح بقه بحرف على صندوق الاستثمار السعودي، طبيعي اكل عيشه هناك. قال لك ايه؟ قال لك الدعم ده مش لازم يعني يكون فلوس انا بديها لك. قال لك ما هو الدعم ده ممكن يكون ديون مثلا بدفعها لك، وقعد يدي كذا مثال، بمعنى ان الدعم ممكن يكون مساعدات انا بقدمها للنادي بشكل غير مباشر، ولكنها في الاخر تظل مساعدات. يعني على سبيل المثال يا عم عفيفي، وهاخد منك يعني، المساعدات دي ممكن تكون مثلا نادي عليه ديون كتيرة جدا، فانا ما اخدش منه فلوس وجدول له الديون، وبعدين بعد ما جدولها له ما يدفعش برضه، فجدول له الجدولة اللي هو كان مجدولها قبل كده فما يدفعش برضه، فيكون في بطولات افريقية، فبدل ما اقول له لا يا معلم مش هينفع اديك والله تراخيص عشان اللوائح بتقول كده، اقول له لا 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 ما تقلقش، هتلعب تعال خش يلا خش. ده دعم ولا مش دعم؟ انا عايز اعرف يعني. ده انا لسه جاي لك في مصايب، انا بتكلم معاك كده في الحاجات اللي على الوش يعني. انا خدت من كلامك يا عفيفي، انا خدت من كلامك ده بالنسبه لعفيفي بتاع هيشتري تجربتك. نسيبنا من عفيفي ونخش على النقطه اللي بعدها. الزمالك دايما من واحنا اطفال بيشتكي من التحكيم، لدرجه ان ممكن خطا تحكيمي الناس تقعد تتكلم عليه سنين وسنين وسنين. خطا تحكيمي في ماتش الناس تقعد تتكلم عليه سنين. هدف حسن شحاته بكاء وولوله من سنه 83 لحد النهارده، هدف حسن شحاته. طب انا هفترض، مع ان ده مش حقيقي، خلي بالك ركز معايا، انا
بفترض افتراض مش حقيقي تمام، ان الموسم ده يا سيدي ما كانش فيه الا خطأ حسن شحاتة ده، وان الدوري كان ماشي طبيعي في ظروف طبيعية وحصل هذا الخطأ. تمام، انا هجيب لك واحد بيقعد في قهوة فايق هو اللي هيرد لك على نظرية الصياح من خطأ تحكيمي في ماتش واحد هل ممكن يأثر على موسم كامل. تعال معايا نسمع الشابوني الزملكاوي بيقول ايه. يعني انت برضه بتتكلم ان غلطه تحكيميه هي اللي حكمت موسم كامل، او هي اللي ودت موسم كامل. انت شطبت كل اللي انا بعمله او كل اللي انا عملته. شكرا يا شابوني على كلامك الجميل والواضح، ان انت بتقول ان ما ينفعش ان احنا نقول على لقطه واحده تحكيميه في مباراه انها بتوجه موسم بالكامل وبتضيع مجهود، والكلام اللطيف اللي انت قلته ده. انا عايز اقول لك بس او انبهك ان زمايلك الزملكاويه مش كله لسه لحد امبارح والله لحد النهارده في بكائيات على الهاندبول بتاع مباراة المقصة بتاعة 2010 او 2011. يا ابني ده انت في نفس الموسم مباراة المقصة الدور الاول احمد جعفر جايب جون من اوفسايد. تابعته معايا محمود وفا بيحكم مباراة ما بين غانا وجنوب افريقيا. لقطة قدامك، اظن اللقطة دي اقل وضوحا من كورة الاهلي وسيراميكا، واللقطتين راح شافهم على الفار. واحدة عمل لك كده، انا ضد فكره ان هو عمل كده علشان محمود عاشور هو اللي جابه وان هو بيعند معاه. انا بقول لك هو ما حسبش الهدف عشان الاهلي هو اللي كان هيستفاد، والحكم ده كان عامل كوارث قبل كده مع النادي الاهلي وليه ماضي سيء مع النادي الاهلي، وانا اتكلمت في النقطه دي امبارح، وانا بلوم على مجلس الاداره ازاي انت بتسيب حكام زي دي تحكم لك تاني. الشابوني اللي انا جبته لك بيتكلم من شويه قال ان انت عايز خطا تحكيمي واحد يبقى هو اللي غير الموسم كله، وللامانه راح مكمل وقايل بعديها ايه؟ قال لك بعديها طب ما انت استفدت في ماتش سموحه. الكلام ده على فكره انا ردد عليه من كذا فيديو وعارف ان هو هيتقال لان انا فاهم اللعبه بتتلعب ازاي. ماشي يا شابوني، ممكن بقى ايه نمشي مع بعض واحده واحده. انا اتدبحت في سيراميكا، جه ماتش سموحه استفدت من خطا تحكيمي ما هواش بنفس الفجر بتاع سيراميكا، ولكن هقول لك استفدت. ماشي، هرجع اقول لك تاني بقى طب ماتش بيراميدز الخط اللي اترسم اللي انت هتشوفه قدامك دلوقتي، الخط ده ايه رايك فيه يا شابوني؟ الخط ده كان سبب في إلغاء هدف صحيح للنادي الأهلي قدام بيراميدز. طب إيه رأيك يا شابوني في الكورة دي؟ إيه رأيك في ماتش الزمالك وبيراميدز يا شابوني؟ الكورة دي أوفسايد ولا لأ يا شابوني؟ بص عليها كده قدامك أهي، الكورة دي يا عم اتحسبت هدف عادي جدا. طب إيه رأيك يا شابوني في الكورة دي برضو؟ الكورة دي عايز اقول لك انها ما اتحسبتش اي حاجه. يا جماعه انا مش هقعد ارغي كتير في حالات التحكيم، الناس اللي عايزه تراجع الحالات التحكيميه عندهم قناه احمد قيشو، الراجل ده بصراحه ما بيجليش، وشوف بنفسك يا سيدي، انت عندك عينين وعندك عقل. قبل ما اخلص التحكيم عايز اسمعك اغنيه حلوه قوي كان بيغنيها الكابتن فاروق جعفر في قناه نادي الزمالك عن التحكيم. ونقعد مع الحكم، وانا كنت بقعد مع الحكم ككابتن، الحكم يقول لي عايز ضربه جزاء ولا تطرد لعيب، ومعايا الاداره ومعايا مدير الكوره ومعايا مدير اداري قاعدين معايا، اختار ايه؟ زمان الحكام الافارقه كانوا بيجوا يقعدوا معانا قبل المباراه، احنا عايزين ايه؟ والله صح اتكلم بجد، عايزين يروحوا بورسعيد يعمل شوبينج ماشي، وبعدين ينزل عايز حاجات تانية يشتريها من القاهره ماشي، مش عارف عايز ايه حاضر ماشي. اخدت كام ضربه جزاء في حياتك بالطريقه دي يا كابتن فاروق؟ كل ضربات الجزاء كل ضربات الجزاء من سنه 80 لغايه سنه 84 85 كل ضربات الجزاء ولا واحده سليمه ولا واحده ضربه جزاء. ويقول لك بمجهودي وعرقي وما علينا. طب بلاش يا عم الكابتن فاروق، نروح لكابتن رضا عبد العال. تعالى نسمع الكابتن رضا عبد العال. بجد والزمالك والله، والزمالك في فتره كده كان في حكم لا داعي لاسمه واحنا في الزمالك هو كان زملكاوي، كان يجي يزعق لك مثلا ويتنرفز عليك ويقول لك ايه اقف في ال 18، يعمل نفسه ان هو بيتخانق معاك والكلام ده، ولو كلمت تاني هطلع لك انذار، خد تعالى اقف والله اقف تقف يقول لك ايه خش ال 18 ارمي نفسك، فاهم؟ نهار اسود. الله على المجهود والعرق. الله لو حد يعرف يرد على الكلام ده يرد. رابع حاجه بقى يقول لك ايه بقى؟ الزمالك بيتحارب من كل الجهات اللي ماسكه كوره، ومش اللي ماسكه كوره بس، ده الزمالك البلد كلها ضد الزمالك. يقول لك النادي الاهلي نادي الدوله. تعالى بتاع النادي الاهلي نادي الدوله. طب تعالى معايا اسمعك حاجه لطيفه جدا للجنايني اللي شغال في بنك اجنبي وكان ماسك اتحاد الكوره في وقت من الاوقات وهو مشهور بزملكاويته. تعالى معايا اسمعك حاجه ليه وهو قاعد بيحضر مباراه الزمالك وسيراميكا وبيحتفل بالدوري. ربنا أراد ولو كره الكافرون.
جنايني مين هم الكافرون؟ الراجل ده يا جماعه بهذه العقليه شغال ولا ماسك بنك اجنبي شهير جدا يعني. انا جايب لك الفيديو ده وعايز اقول لك ان الراجل هذا الجنايني كان ماسك اتحاد الكوره، ولما اتسال قال لك لا ده انا راجل عندي ضمير وبراعي ربنا ولا مفيش مجاملات والتشجيع ده بيبقى حاجه شخصيه، لكن لما امسك هذا المنصب هبقى يعني حيادي وحاجات زي كده. طب ما تيجي نسمع مع بعض عمرو الجنايني لما كان ماسك اتحاد الكوره وكان على مسافه واحده من جميع الانديه. لما قلت لك الفلوس اللي اتدفعت وي وكان الزمالك هيسجل كاسون، طلبني السيد رئيس النادي السابق قال لي معيش فلوس وعايزين نسجل كاسون. قلت له ما انت لسه واخد الفلوس بتاعت الاعلانات. قال لي لا اتصرفت واتعملت. وانا خلي بالك يعني الزمالك مش بيقول له معيش فلوس عشان هو فعلا معهوش فلوس، ده بيتدلع، بيقول له انت لسه واخد فلوس اعلانات. دي كارثه اخرى غير الكارثه اللي احنا بنسمعها اساسا حرفيا اللي هو ايه مش دافع. كمل. قلت له ابوس ايدك ولا تمثال ولا تجيب سيرتي، بس خد بالك القيد الحاجه كل الناس دفعت وانا ما اقدرش استثني نادي الزمالك. طب نعمل ايه؟ شوف لي حل. قلت له طب هشوف لك حل. انت عندك النهارده مستحقاتك في كاس افريقيا هتيجي، لسه دي مش جايه، دي لسه هتيجي، فاكتب قول تنازل على المستحقات بتاعه افريقيا. حصل يا فندم هذا الكلام، رحنا مأيدين كاسونجو والدنيا خلص. ايه رأيك؟ ده خلي بالك ده عمرو الجنايني كان ليه برضو تصريح سابق قال لك ان امير مرتضى منصور لما كان لسه شغال جوه النادي امير كان هو عمرو الجنايني بيقول له تقول ايه وما تقولش ايه على فكرة تكافؤ الفرص. استنى انا هقول لك اسمع. وانا اللي جبت امير مرتضى منصور قلت له قول كذا 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 وقول ان ده في اهدار مبدأ تكافؤ الفرص واللي. فواضح جدا واضح ان النادي الاهلي هو نادي الدولة فعلا. طب اقول لك حاجة، بلاش عمرو الجنايني، رئيس نادي الزمالك حسين لبيب يا ترى كان بيقول ايه على جلساته مع احمد مجاهد؟ 2/6 جالي جواب بوقف نادي الزمالك فترتين قيد. اللي قدرنا نعمله بالاول مره في نادي الزمالك ان الجواب ده ما طلعش غير بعد ما خدنا الدوري. ايه رايك يا بيه؟ طب اقول لك حاجه بقى، لسه كابتن حسين لبيب عنده كلام اهم هيقوله دلوقتي، اسمع معايا. وكان النادي الاهلي ما عندوش لعب لاشتراكه في بطولات افريقيا، اما وافقنا الاتحاد الكوره وافقنا على شرط ان هو الاهلي زي ما انا لعبت مجموعه مباريات ورا بعض الاهلي يلعب مباريات ورا بعض. واتفقت مع مستر خيرتينو على حاجتين، قلت له احنا ما هنعمل كده بقينا فارقين 10-12 بونت عن الاهلي هيخلي الاهلي يلعب وهو متعصب ومضغوط. بس النادي الاهلي ده نادي الدوله، سيبنا من مجاهد وسيبنا من عمرو الجنايني. بص يا جماعه انا طول عمري اعرف ان انت لما تحب تجدد للاعب تقعده مثلا مع مدير الكوره، تقعده مع المدير الرياضي، تقعده مع عضو مجلس إدارة، مع نائب رئيس النادي، مع رئيس النادي. لكن انك لما تحب تجدد للاعب وتكون بتبوس ايده عشان يقعد معاك فتقوم تخلي وزير الرياضة اشرف صبحي يقعد مع فرجاني ساسي عشان يحاول يقنعه بان هو يقعد، انا ما شفتهاش على الاقل في مصر، ما عدتش عليا الحقيقة. النادي الاهلي نادي الدولة. تمام ايوه. برضو من ضمن الحاجات اللي بيتم اتهامنا بيها ان احنا جمهور النادي الاهلي ما بيجيش يحضر ماتشات النادي الاهلي عكس جمهور نادي الزمالك اللي ورا فرقته في الهزيمه والمكسب. ما هم عندهم المكسب مش على طول، يعني المكسب هو الاستثناء، القاعده هي الهزيمه. وانت يا اهلي رغم ان انت بتكسب بس جمهورك ما بيعبركش، ولما موسم كده بيقع منك ولا حاجه الجمهور بيسيب المدرجات خاويه. طب تعالى يا عم خاويه. طيب يا معلم انت تسمع اللاعب اسمه بشير التبعي في احد البرامج قال لك ان احنا لما كنا بننافس الاهلي، لو تفتكر في مباراة الاهلي وامبي كانت ناحية ومباراة الزمالك والاسماعيلي في ناحية، جمهور الزمالك ما حضرش المباراة، عدد قليل جدا اللي حضر، والناحية التانية جمهور الاهلي كان حاضر بكثافة. وكان الماتشين دول برضو نفس الحالة بتاعت السنة دي، يعني الدوري هيتحسم مع الجولة الأخيرة. بشير التبعي او وائل الأباني حد من الاثنين دول مع مهيب قال لك حتى في الفترة اللي ما بين سنة 2000 و2004 اللي كنا احنا متفوقين فيها على النادي الاهلي فنيا، ماتشات القمة كنت بتلاقي جمهور النادي الاهلي حاضر بأعداد اكبر بكتير من جمهور نادي الزمالك. الفتره دي كانت فتره سيئه جدا على النادي الاهلي، هي عباره عن مجموعه من الاكاذيب وقعد ردت فيها، والناس كلها بلا استثناء يعني عارفه
ان حاليا جمهور النادي الاهلي عنده مشاكل معينه هي اللي بتمنعه من حضور المباريات بالشكل اللي كان بيحضر بيه قبل كده، وده برضو جزء على مجلس اداره النادي الاهلي عليه ان هو يحله قبل بدايه الموسم القادم. تعال معايا بقى، المشاكل الاداريه دي بقى الحاجه الوحيده اللي هم مش بيتهمونا بيها، دي الحاجه الوحيده اللي هم دايما بيستخدموها كحجه، يقول لك بص انا عندي مشاكل اداريه، بص انا عندي مش عارف ايه، انا ما عنديش استقرار. انا من شويه لسه لو انتوا يعني مصحصحين معايا كنت بتكلم معاك على نيره الاحمر اللي هي عضو مجلس اداره برئاسه حسين لبيب بتشكر ممدوح عباس اللي اهان رئيس ناديها مش مره ولا 2 ولا 3، ده كتير، ده اللي هو رايح وجاي مساء الفل يا لباليبو. اعرف رئيس نادي ما كانش سامح لنائب رئيس النادي ان هو يدخل النادي. ايه رايك؟ هو مين السبب في المشاكل الاداريه اللي انت فيها دي؟ انا مالي؟ انتوا بتتخانقوا مع بعض، مقطعين هدوم بعض. انا مالي برئيس نادي كل ما ينزل انتخابات ويقول لك انا لو سقطت تبقى الانتخابات دي مزوره وهطعن فيها. انا مالي بصراع امتد ل 20 سنه يمكن ما بين ممدوح عباس ومرتضى منصور. انا مالي باعضاء مجلس اداره بيتخانقوا يزعقوا في بعض وناقص يقوموا يقطعوا هدوم بعض علشان مجموعه من التذاكر. انا مالي بواحد عضو مجلس اداره لما يكون الفريق متخبط وبيخسر يطلع يقول لك والله دول مقاطعيني ومش بيقولوا لي اي قرارات ومش بياخدوا رايي، لكن لما الفريق يكسب لا يبقى موجود وبيحضر وليه تاثير وليه قرارات. مش مشكلتي ان انت اداريا فاشل، حل مشاكلك بعيد عني. تعال بقى نختم بموضوع لطيف قوي. احنا طبعا شفنا اللقطه بتاعت لاعب سيراميكا بالحج وهو بيعمل كده وبعدين راح شايط. انا مش هقف عندها عشان اتكلم معاك بمنتهى الامانه. في لعيبه كتير بتعمل الحركه دي، منهم اللي بيشوط في نفس الزاويه ومنهم اللي بيشوط في زاويه تانية. عادي ممكن يقول لك انا بعمل كده مثلا فالحارس يفتكر ان انا هشوط هنا فيروح الناحيه التانية، او انا هبص هنا فالحارس يفتكر ان انا ببص هنا عشان هشوط الناحيه التانية بموه فيروح الناحيه التانية فانا احطها له هنا. انا مش هتكلم في دي تماما. انا ما اقدرش اعدي كلام سمعناه بنفسنا من الكابتن اسامه نبيه وهو بيقول الاعتراف ده. لعبت السيمي فاينال غزل المحله مع الزمالك، وانا عارف ان انا هرجع بعد الماتش يعني مع الزمالك وفرص كتير جات لي ان انا هدف والتوفيق ومش يعني قلبي يعني توفيق ولا قلبي ما طوعنيش. جات لي فرص فعلا اللي هو قلبي ما طوعنيش، فرص وانت ما حبيتش تحدث. جالي فرص لدرجه ان انا كنت بلعب ساعتها ركز مع بعضيهم لدرجه ان انا جالك فرص جالي فرص وما قدرتش، لدرجه ان انا ساعتها كنت بلعب على كابتن ابراهيم حسن. في يوم واحده ما قلت له شيل، يعني في يوم واحده عارف انت اللي هو ايه، انا خلاص يعني لازم احط. تقول لكابتن ابراهيم شيل وانت بتلعب ضد شيل يعني الله ينور عليك. ايه رايك؟ مش هقول لك بقى بص بعينه، ده واحد ما بصش بعينه، ده واحد قال بلسانه من غير ما حد يجبره تماما، هو لوحده راح قايل الراجل. هتعرف ترد على الكلام ده؟ طب بلاش يا عم الكابتن اسامه نبيه، اجيب لك مثال تاني. طب تعالى معايا نطلع على ناصر فاروق. مين ناصر فاروق؟ حارس مرمى غزل المحله قبل كده، ونسمع الراجل قال ايه كده. انت زملكاوي ولا ايه؟ والله لما يخش فيك هدف من الزمالك عادي، لما يكون بس محتاج دوري ولا حاجه كده واحنا الله لما يكون محتاج دوري كده ولا حاجه. انا عاجبني جدا الكلام ده، وعاجبني قوي الكابتن خالد الغندور. الكابتن خالد الغندور زعلان على اتهام بالحاج في ضربة الجزاء. طب يا كابتن خالد بلاش ضربة الجزاء دي، ايه رأيك في الكلام ده؟ طولت عليكم جدا انا عارف، بس اتمنى اكون يعني طبعا اكيد مش هنقدر نلم كل حاجة، بس على قد ما نقدر عملنا حلقة توثيقية عشان الناس اللي بتقولك بالعرق والبطولات الحلال والبطولات الحرام. في النهاية طبعا مش عايز بقى اوصيك باللايك، اللايك مهم جدا عشان الفيديو ده يا جماعة اتمنى ان هو يوصل لاكبر عدد من الناس. ده فيديو مهم جدا، فاهتم جدا باللايك، اهتم جدا انك تسيب تعليق وتقول لي رأيك. لو في مواقف اخرى برضو انت حابب ان انت تقولها يا ريت، ولو مش مشترك على القناة اشترك على القناة. اشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم واحنا بنرد على المجرة الزملكاوية. سلام.